السلام عليكم. لو سألتك عن أحسن ماتش قمة بين الأهلي والزمالك 90% هيقولوا نهائي القرن أو الأهلاوية عامة يعني. أنا معاك، نهائي القرن والقضية ممكن والرقم 19 أي قذيفة جات، أي قذيفة جات يا باتشيكو. هو 19، هو أفشة، هو ولدنا أفشة، هو الولد أفشة، هو أفشة، هو أفشة، هو أفشة، ما لها من عفسة. هو نهائي القرن فعلا، بس هو ما كانش أحسن ماتش ككورة، فاهمني؟ يعني أنا متأكد إن أي حد شاف نهائي كأس مصر 2007 واللي خلص 4-3 للأهلي هيقولوا إنه ده أحسن ماتش قمة استمتعت بيه. ماتش فيه كورة وحماس وجمهور. كمان الأهلي كان بقيادة الثعلب البرتغالي مانويل جوزيه، ومدرب الزمالك كان الفرنسي هنري ميشيل. تشكيل الأهلي في الماتش ده كان أمير عبد الحميد، إسلام الشاطر، عماد النحاس، أحمد السيد، شادي محمد، محمد بركات، محمد شوقي، حسام عاشور، محمد أبو تريكة، عماد متعب، فلافيو. تشكيل الزمالك كان محمد عبد المنصف، وائل أباني، عمرو الصفتي، طارق السيد، أحمد غانم سلطان، تامر عبد الحميد، وسام العبدي، علاء عبد الغني، حازم إمام، جمال حمزة، عمرو زكي. عشان يوصل الأهلي للنهائي ده كسب كهربي الطلخة وبتروجيت وطلائع الجيش والإسماعيلي، والزمالك كسب اتحاد الشرطة وتليفونات بني سويف والمنصورة وبترول أسيوط. بيبدأ الماتش وبيتقدم عمرو زكي للزمالك في الدقيقة 50 من ترفيع الخط الدفاعي الأهلي وأسيست من محمد عبد المنصف، وبيرجع يتعادل عماد متعب في الدقيقة 57 من أسيست فلافيو. بالمناسبة متعب كان بقاله فترة كبيرة جدا ما بيسجلش أهداف أصلا، وكان في حالة نحس تقريبا وصلت ل3 شهور. فتخيل لما تصوم وتفطر على جون في ماتش قمة ونهائي كاس وجول التعادل بعد 7 دقايق بس من تقدم الزمالك في النتيجة. كان جون مهم من كل النواحي. ويسجل شيكابالا الهدف التاني للزمالك في الدقيقة 65. هو قطم برضه وحطها في البعيدة بس من الناحية التانية. من زمان شيكابالا برضه، يعني في ربع ساعة بس اتسجل 3 أجوان، 2 للزمالك وواحد للأهلي. في الدقيقة 66 بعد جون شيكابالا ينزل أسامة حسني مكان فلافيو، والتغييرة دي تكاد تكون من أهم التغييرات في تاريخ الأهلي أو في تاريخ ماتشات القمة عامة. وتفضل المناوشات شغالة في الماتش لحد الدقيقة 88، وجول أبو تريكة ده كان زي القضية ممكن كده. تشوف عبد المنصف وهو حاطط إيده على وشه وتقول هو عارف اللي هيحصل في الماتش الإضافي. بس اللي حصل في الإضافي ده بقى اللي مفيش أي حد كان يتوقعه. يتقدم الزمالك للمرة التالتة في الماتش بجول لجمال حمزة أسيست شيكابالا في الدقيقة 99، ويولع الماتش أكتر ما هو والع. ويرجع الأهلي ويتعادل المرة التالتة عن طريق البديل أسامة حسني في الدقيقة 106 من أسيست أبو تريكة. وفي الدقيقة 108 يقتل الماتش نهائيا لما يسجل هدف من أسيست أحمد صديق، الجون الرابع للأهلي والتاني لأسامة حسني، ويتوج الأهلي بالبطولة. وبعدها فضل كتير جدا من الجمهور المصري يشهد إن ده أعظم ماتش قمة في التاريخ. أهداف وحماس وجمهور بيشجع لآخر ثانية، وتخسر وتتعادل بدل المرة 2 و3، ويوم ما تتقدم خلاص تفوز وتاخد الكاس. ماتش للتاريخ بصراحة. دي كانت حكاية ماتش قمة من أعظم الماتشات في تاريخ مصر. لو في ماتشات تانية عايزيننا نتكلم عليها اكتبوا لنا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة. سلام.